السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله. اليوم فيديو جديد، وصفة جديدة غادي نشارك معكم دونات على الطريقة هذه. تيجي مزيان وتنقدموه في لي بلاطو في الاعياد الميلاد، لاي مناسبة عندكم تقدموه للكوتي بالصحة والراحة، والوليدات تيحماقوا عليه او الدخول المدرسي ان شاء الله. تعطيو الوليدات. ونتمنى تجربوا الوصفة وتنال الاعجاب ديالكم. عجبتكم الوصفة خليو لي شي لايك وتعليق محفز. ونبداو بسم الله على بركه الله بالمكونات وطريقه التحضير. هنا مكونات في متناول الجميع. نبداو بسم الله على بركه الله. هنا عندي الحليب، نص لتر ديال الحليب، كاس دفيتو، ملحه على حسب الذوق، هنا بيضه كامله، معلقه ديال الخميره، 3 المعالق ديال السكر سنيده، كيس من خميره الحلويات، كيس من الفاني، والدقيق على حسب الكميه اللي بغيتو. هنا غادي تجمعوا بالحليب، خاصكم غادي تضيفوا الماء. انا هنا هاد الحليب كافي ليا في هاد القياس اللي درت ديال الدقيق. غناخذ العجانه او ممكن تعجنوا بيدكم، غنضيف فيها الدقيق، ندير خماره، كيس من خميره الحلويات، كيس من الفاني، ملحه على تتبقى على حسب الذوق، ما نكثروش الملحه لحقاش المكونات اللي درنا فيهم سكر سنيده. هنا بالنسبه لمعلقه الخميره او معلقه ونص درتها مع سكر سنيده والحليب وكاس دافي ديال الحليب. غنضيف البيض من بيضه حتى جوج بيضات، انا هنا تكتفيت ببيضه كامله. الحليب اللي تبقى ليا دافي غادي نخويه مع الخليط. الخميره اللي درت مع الحليب والسكر سنيده، 3 المعالق سكر سنيده. هنا غنخليوهم تتفاعل ليا ديك الخميره، عاد نضيفهم لهاد الدقيق. صافي غادي ندير كلشي في العجانه او في الخلاط ديالنا تينسجم، وبدا نضيف الدقيق شويه بشويه تنحصلوا على واحد العجينه اللي تكون لينه، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش مرخوفه. صافي غادي ندير كلشي يتعجن. بالنسبه اللي بغى يعجن في الكسا يعجن. هنايا العجينه كي تحصلوا عليها تكون رطبه، وغنضيفوا ليها 2 حتى 3 المعالق ديال الزبده. هنا انا غادي نضيف 2 معالق ديال الزبده ديال البواط اللي تكون بحراره المطبخ. صافي غادي ندير ونعاود نعجن هاد العجين ديالي تدخل لينا ديك الزبده في الخليط، وتنخوي العجينه في سطح العمل. هنا هاد الكميه اللي درت راه عطاتني كميه كثيره بالنسبه لنص لتر ديال الحليب، والدقيق كما قلت لكم على حسب الخليط. هنا غادي نشكل منه كويرات. العجينه كما شفتوا راه تتلصق في اليد وتكون رطبه ومرخوفه بزاف. غادي نشكل منها كويرات ونرش سطح العمل بالدقيق كما تتشوفوا على الشكل هذا. نرش سطح العمل بالدقيق ونشكل كويرات اللي هما كبار، او نقسم العجينه على 2 حتى 3 ديال الكويرات كما شفتوا. نرش سطح العمل بالدقيق وغادي نبدا نسرح في العجين ديالي او في الكويرات ديالي على هذا الشكل هذا. المهم ما نديروهاش رقيقه بزاف، نخليو العجينه شويه طالعه. وناخذ او هاد المول او هاد القرص هذا نشكل منه اقراص، وكما شفتوا في الوسط تناخذ هذا اللي تنديروا به الحلويات. ممكن ديروا غير القفاله ديال القرعه وتشكلوا منه هاد الكويرات او اي حجم بغيتو. هنايا درتهم شويه صغار، ممكن ديروا حجم كبير، المهم هذا هو الحجم اللي تيكون زوين البنات. غنرش واحد الطاوه بالدقيق باش ما يتلصقوش لينا، ونصطفوا فيه لي دونات. اللي عنده ورق الطبخ يشكل منه اقراص ويدير فيه لي دونات باش يجيوكم ساهلين من بعد ما تقليهم او ديروهم في الفران. اللي بغى يديرهم في الفران يستفهم في ورق الزبده ويدخلهم الفران، ملي يخمروا يدخلوهم الفران يطيبوا. انا هنا غادي نديرهم في الزيت، نقليهم في الزيت كل واحد على حسب الذوق ديالو. غنشكلهم على الطريقه هذه كما شفتوا. العجينه اللي تبقات ليا نكورها ونخليها ترتاح، عاد نشكل منها لي دونات. هاد الكميه عطاتني كميه كثيره على هذا الشكل هذا نتوما تشوفوا. باقي عندي العجينه هذه اللي تبقات غادي نشكل منها بريوش. ها نتوما لا كريم باتيسير اللي طيبت اللي غادي ندير في العجينه اللي تبقات لي غنشكل منها واحد الطاوه ديال البريوش. بالنسبه لي دونات ديالي درت واحد المقلاة او كاسرونه اللي غتكون مجموعه باش ما تاخذش ليا كميه ديال الزيت. غنخلي الزيت تسخن وعاد نطيب لي دونات ديالي على هذا الشكل هذا، تنخليهم ياخذوا واحد اللون اللي يكون ذهبي او محمر، وناخذ الشبيكه اللي غادي نسقطروا. المهم هاد المكونات هاد لي دونات ما تيشربوش لينا الزيت البنات، تيجيو زوينين وبنان
ما تيشربوش الزيت، ماشي بحال الشفنج او اي حاجه قليتوها في الزيت. انتم تشوفوا جربوا الطريقه، راه غادي تنجح معكم من اول مره. غندير نقلي لي طونات ديالي على هذا الشكل هذا كما تشوفوا، تنقليهم نبدا ندير في هذه الشبكه. من بعد غادي نزينوهم بالشوكولاته. الشوكولاته هنايا عندي شوكولاته بيض وشوكولاته كحل. غادي ناخذو ندوبو في الباماغي او في حمام مائي، وغادي نزينو الوجه ديال لي دونات ديالي على هذا الشكل هذا كما تشوفوا. غنغسل ليهم غير الوجه ديالهم ونحطهم في واحد الصفيحه او في واحد الطاوه او في سطح العمل. هنا درت بالشوكولاط بيض وغادي ندير الشوكولاط كحل على هذا الشكل، والتزيين من الفوق تيبقى على حسب الذوق وعلى حسب الاختيار ديالكم. هنا غناخذ هاد الشكيلات ديال الشوكولاط. هنا عندي هاد الشوكولاط اللي فيه النجيمات، فيه هاد الاشكال هادو، غادي نزين به الشوكولاط هذا. راه فيه الصفر والبيض والغوز. غادي نشكل به الشوكولاط الكحل. وبالنسبه لهذا فيه البنفسجي، فيه المهم الالوان تتباع عند هادو السوبر مارشي او الحوانت اللي تيبيعوا لوازم ديال الحلويات. ونزينوهم بهذه الطريقه هذه تيجيو زوينين وبنان. ملي تيبردوا راه تيجيو فنين البنات. بالنسبه الا درتو كميه كثيره بغيتو تحتفظوا بهم، غديرهم في واحد العلبه محكمه الاغلاق وديروهم في الثلاجه. تيدوموا حتى لمده اسبوع البنات وتيجيو زوينين. انا حتى جيتهم العيد الميلاد ديال بنتي وصافي شكلتهم بالنسبه لهذا الشكل هذا. درت ليه هذا اللوز كونكاسي وزينتهم بالفوق باللوز كونكاسي. وكذلك اللي درت لهم الشوكولاط كحل حتى هما درت لهم اللوز كونكاسي. النص زينته بهذا الشوكولاط ملون والنص درت ليه اللوز كونكاسي. المهم راه تيعطينا كميه كثيره. واللي شاط ليا درت به بريوش اللي زينته بكريم باتيسير. وصافي تنزينهم بهذه الطريقه هذه تيجيو فنين البنات وتيبقاو ما تيشربوش الزيت. وبالنسبه للناس اللي بغاو يقدموهم الكوتي تنقول لهم بالصحه والراحه، جربوا الوصفه راه غادي تعجبكم. وبالنسبه للناس اللي بغاو اعياد الميلاد ممكن يديروهم صغار قد هادو او يديروهم كبار. المهم هذا هو القياس ديالهم، تيجيو زوينين وفنين البنات. ونقدموهم في الحفلات الاعياد الميلاد وتيجيو زوينين وتيعجبوا الوليدات وحتى الدخول المدرسي لما لا. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. جربوا الوصفه، عجبتكم خليوا لي في التعاليق وبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء اللي عجبتكم الوصفه. وخليتكم على خير الفيديو جديد ان شاء الله، وصفه جديده. مع السلامه.